الأحرار، إذاعة الثوار، إذاعة الشعب. علي عبد المغني رجل الصلاح وحامل بيارق الكفاح، تسلل في عام 1935 ميلادية ليتفجر من قرية بيت الرداعي بوادي بناء بركانا من براكين النضال المبدد لأوصال الإماميين في اليمن، ليمهد بهده للإمامة والكهنوت لنهضة تحرر تجتاح الاستعباد السلالي البغيض إلى سلات النتن التاريخي المهترئ. لم يأخذ اليتم الذي تجرعه قائدنا في الرابعة من عمره إلى الانطواء على الذات والانزواء نحو مصالحها الكامنة في التزلف والانبطاح، وإنما اتجه لمعين العلم لينهل من معارفه كل لوامع الحق وجوامع الخير. لقد مكنه حفظه للقرآن وهو في سن 7 من تفهم معان: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. عاش مبغضا للقهر وسار على ظلال المحبة التي لا نهر فيها لأحد. تحزم أمتعة النضال والتثم ملاجم الكفاح وانطلق إلى صنعاء عام 1946 ميلادية ليعايش الترتيبات الأولى لاندلاع ثورة 48، وتأخذ ذاكرته التاريخية جرعات توعوية تنتغم بأزيز التحرر الذي ينطلق من أفواه البنادق. يصافح الرئيس العراقي جمال جميل ويحتضن في عناقه كل أنفة الشموخ، ويأخذ من تمتماته معاني السعادة الكامنة في أكباد التحرر. استكمل كل مراحل التعليم بتفوق منقطع النظير، مكنه ذلك التفوق من أن توكل إليه أعمال مدير المدرسة الثانوية قبل أن يتخرج منها بعد وفاة مديرها. أعطي في مسيرته العلمية كل تراميز التكريم، وكان أهمها القلم الذهبي لولي العهد الإمامي محمد البدر. وأثناء تعرض مصر للعدوان الثلاثي في عام 1956 دشن قائدنا أعماله النضالية، وقاد أول مظاهرة طلابية في اليمن أرعبت الجبروت الإمامي ليؤخذ على إثرها إلى معتقل الرادع مع مجموعة من زملاء النضال ورفاق الكفاح. وفي عام 1958 ميلادية اتجه القائد علي عبد المغني إلى الكلية الحربية للالتحاق بها ضمن الدفعة الثانية التي وسمت بعد ذلك باسمه. حقق تميزا في التدريب العسكري والتحصيل الفكري للحرب، مما جعله يتصدر زملائه في القول والفعل، سواء في كلية الحرب أو مدرسة السلاح التي التحق بها بعد تخرجه من الكلية الحربية بتفوق كبير. جعلت ولي العهد محمد البدر يكرمه بتسليم قلمه الذهبي الخاص لقائدنا علي عبد المغني. لم يكن يعلم محمد البدر أن ابن عبد المغني آنذاك لم يتسلم منه القلم كمكرمة منه، وإنما كان ذلك بالنسبة للقائد عبد المغني رمزا لاستلامه لليمن من بين مخالب الإمامة وأكف الكهنوت. انطلق بعد ذلك إلى تحبير أهداف ثورة 26 من سبتمبر المجيد بشكل استمد في مضامينها الماضي الحضاري لليمنيين، الضاربة جذوره في أعماق التاريخ، كما أنه دبج فيها أحلام اليمنيين في المستقبل. كانت الثورة تسري بفكر القائد علي عبد المغني، كما أنها كانت تشتعل في أنامل تنظيماته وترتيباته لتفجيرها في 26 من سبتمبر من العام 1962 ميلادية. أعطى القائد علي عبد المغني إشارات الانطلاق الثوري لرفاقه بعد استكمال كل مستلزماته، بما في ذلك البيان الأول لإعلان انطلاق الثورة بأهدافها.
وباسم الشعب تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق 27 من ربيع الثاني لعام 1382 26 من سبتمبر 1962. انفجر البركان بوجه السلالة الباغية ليحترق في شرارته كل ماض أليم لليمن، وتشع في صبيحة يوم تليد بكل الأضواء المبددة لظلمات تعاتمت على اليمنيين لأكثر من عام. وبعد اندلاع البركان الثوري اجتاحت شرارته قلوب كل مقهور ومظلوم ومكلوم ومكتوم في اليمن، وتحول اليمنيون بعد الأمر الأول من القائد علي عبد المغني إلى ثوار في وجه جبروت الكهنوت واستبداد السلالة الدخيلة على اليمن نسبا وطبيعة وفكرا. لقد التحق بالقائد الشهيد بكل فئاته وتنوعاته، ضباطا ومفكرين وروادا وفلاحين، اندفع الجميع يلتهمون الإمامة ويطوون سجلات الجور فيها في يوم واحد. يا أبناء الشعب اليمني العظيم، هذه الساعة التي طالما كافحتم من أجلها، والآونة التي طالما ناضلتم من أجل العيش فيها، هي ساعة الخلاص من الظلم والجور والمكر، من الجوع والخوف والمرض. قد وافتم بجهود أبنائكم. فر محمد البدر كرأس للطغيان في عباءة امرأة، وفر كل عبد أدمن العيش تحت سياط الاستبداد، كلهم هرولوا هاربين أمام طوفان التحرر الزاحف من كل حدب وصوب. ولم يكتمل شروق بسمات التحرر في الشمال من شفاه القائد علي عبد المغني حتى أدرك تحركات مشبوهة للاستعمار في الجنوب نحو تطويق مأرب، كردة فعل غاضبة من قبل البريطانيين على إسقاط حليفه المتمثل بالحكم الإمامي في الشمال. انتفض القائد ابن عبد المغني من كرسيه في مجلس قيادة الثورة ليسجل التاريخ قيادته لحملة عسكرية نظامية في 7 من أكتوبر عام 1962 ميلادية لإنقاذ مأرب مما يحيكه الشريف الهبيلي لاحتلال السهول الشرقية في كل من مأرب والجوبة وحريب إلى إمارة بيحان. انطلق القائد علي عبد المغني بحملته العسكرية من صنعاء مرورا بجحانة، عبورا بنقيل العرقوب إلى الأعروش، ومن ثم نقيل الوتدة، ليصبح في مركز صرواح ليجد استقبالا حافلا من قبل مشايخ وعقال وأفراد منطقة جهم معلنون التأييد الكامل لثورة 26 من سبتمبر ومناصرتهم لمسيرتها بالرجال والمال. يتعرض قائدنا لكمين في منعطف بين الضيقة وصرواح، يتجاوزه القائد بحنكة واقتدار ويكسر ببسالته شوكة الإمامي المرتزق الغدار، ويواصل المسير إلى باب الضيقة التي أضاق عدو الجمهورية فيها مسارات السبل وأحكم عميل الاستعمار فيها الفخ لقائدنا المستبسل المقدام. لقد أخرج الفخ قائدنا عن طور شجاعة القائد إلى فعل التهور في المواجهة واللامبالاة في تبعات البروز في المناورة والصد. ضرب قائدنا بما في يده من الذخيرة وأصاب بها من أصاب من العدو، واستنفذ ما بجعبته من القنابل والرصاص. انهالت على جسده ذخائر العدو ليسطر في صفحات التاريخ أعظم نهايات استبسال لأعظم قائد وأصلب ثبات لأعظم جندي، ويرتقي على إثرها في 4 من أكتوبر المجيد من العام 1962 ميلادية شهيدا، ويتجه إلى ربه برفقة كوكبة من أعظم فرسان حمير ومحاربي سبأ بطهارة جسد وبسالة روح. لقد صعد من أرض سبأ بمعيتهم إلى ربه بعد أن فتح نار التحرر بوجه الاستبداد والاستعمار معا.
بشكل يدرك أنه لن ينطفئ أبد الدهر. تقوم بعدها عجوز سبتمبرية بمواراة جسده في منطقة الجفين